صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر. عندنا قصة نجاح بقالها أكتر من 27 سنة، بس برضه في القطاع الغذائي للشركات اللي بتصنع المكن في القطاع الغذائي. بس قصتنا هنا مختلفة، مش بس إن وطنوا المكن بتاعنا موجود في مصر، لأ، بدل ما كنا بنستورده، لأ، ده كمان قدروا إن هم يعملوا التصنيع دوت والمصنعات دي بتاعت المكن دي ويبتدوا إن هم يصدروهم. بس لأ، عندهم كمان فروع على مستوى العالم باسم الشركة. النهاردة شركتنا هي شركة الحرية تك، شركة متخصصة في صناعة الآلات التعبئة والتغليف الوزنية والحجمية. يعني أنت عايز حجم كام وعايز وزن قد إيه؟ يعني إيه عايز 5 كيلو، 3 كيلو، ربع جرام، 900 ملي؟ أنت عايز قد إيه بالنسبة للوزن، وفي نفس الوقت الحجم اللي أنت عايزه كمان قد إيه. بتعمل كمان المكن بتاع التعبئة والتغليف للسوائل، للبقوليات، للبودر. كمان تقدر تعمله لك اوتوماتيك ونص اوتوماتيك. كمان دخلوا في حته متخصصه قوي في المكن اللي هو بيشيل النواه بتاعه البلح والزيتون، عشان تقدر ان انت تعمل بلح وزيتون من غير نوى جاهز على الاكل على طول. كمان بتعمل تعبئه متخصصه للجراكن، الشكاير فيها كتير زي تعبئه البودر، والسوائل فيها كتير زي ازايز الزيت وزي الميه، لكن فكره ان انت تبقى جيركن وفكره ان هي تبقى اوتوماتيك. تحيه اللي فاتحين اكتر من 15 فرع على مستوى العالم. تحيه للشركه اللي موجوده وقدرت توطن الصناعه وتصدرها. تحيه للناس الحلوه اللي قلنا خلي بالنا من العاشر من رمضان، اللي موجودين من العاشر من رمضان. صباح الفل عليكم وصباح صنع في مصر.